السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ليلة حمرا، في الأول كده شابوه لكولر، قدر اللي هو يفوز على بريرة وعلى الزمالك وادى درس لبريرة. تخيل ان فريقك ناقص 11 لعيب اساسيين وتكسب. نتكلم بقى كده مع بعض النهارده عن المباراة الابرز والمباراة الامتع لحمدي فتحي. من وجهة نظري حمدي فتحي كان يستحق ياخد رجل المباراة وفوقها بوسة. عمل اسيستين وكان سبب كبير جدا جدا في الهدف الثالث بتاع شريف. هو اللي لحق الكرة وبصل على معلول عشان معلول يبصيها لشريف وتيجي جول. هنتكلم النهارده عن كل التفاصيل اللي حصل في المباراة ومصير فيريرا، وبرضك هنتكلم على الكابتن اسامة نبيل وايه الاسباب اللي خلاه يمشي، ولو كان موجود حاليا كان ممكن يحل مشاكل كتير جدا. هنتكلم على كل الاحداث دي في نهاية الفيديو، بس الاول نبدا كده بالمباراة. انا هبدا كده باول حاجة معايا وهي كولر اعطى درس كبير جدا لفيريرا، ومش في الماتش ده بالذات. انت لو تذكر معايا مباراة السوبر المصري الاهلي فاز فيها 2-0، هتقول لي ازاي اسامه كان كولر بيلعب بنفس طريقه فيريرا في مباراه السوبر؟ هقول لك تعالى، ان الاهلي كان بيلعب بنفس التشكيل 4-2-3-1 اللي هو بدا بيه النهارده، بس كان مدافع كله في نص ملعبه. ولما برونو سافيو عارف يستغل خطأ زكريا الوردي اللي جاب منه الهدف الاول، هو اللي فتح اللقاء، وكان الاهلي كان ممكن يسجل اكتر من هدفين بعد الهدف الاولاني. كولر كان جاي امام الزمالك عارف ان الزمالك بيلعب بدفاع، قال لك انا هدافع، الزمالك مش هيسجل انا هسجل. ده كولر. وبرده كولر مدرب عبقري جدا. تخيل ان ده كان مدرب منتخب النمسا وعرف يوظف ألابا ديفندر، ألابا اللي حاليا بيلعب في ريال مدريد، اللي كان ساعتها كان بيلعب في البايرن، عرف يوظفه ديفندر، وألابا نجح مع كولر بشكل مش طبيعي. النهارده كان في مباراه اصعب من مباراه السوبر. تخيل ان انت ناقص 11 لاعب اساسيين، من ضمنهم بقى مصطفى شبير، كريم فؤاد، اكرم توفيق، ياسر متولى، عبد المنعم، الدفاع كله غايب. في نص الملعب كان عمرو السوليه، برونو سافيو، وبيرسي تاو. اللي كولر ناقص فريق كامل، يعني مش عاوز انسى حد، والله كولر ناقص فريق كامل فعلا. 11 لعيب اساسيين او 11 لعيب الكولر كان معتمد عليهم في السوبر. تعال بقى الحاجه الثانيه وهي خالد عبد الفتاح، اللي انا بقى هتكلم عليها. اللي انا بتكلم على حكايه ديفيد ألابا، انا بتكلم بقى دلوقتي على خالد عبد الفتاح. خالد عبد الفتاح تخيل ان ده بيلعب باك يمين مع نادي سموحه، ممكن يلعبه قلب دفاع عادي مش مشكله. يجي كان المباراه الاهلي ناقص زي ما احنا قلنا، ناقص كل الدفاع حرفيا، ما فيش الا رامي ربيعه وايمن اشرف. طبعا راجع من الاصابه ما ينفعش يشارك، بقاله فتره كبيره قوي ما بيلعبش. طبعا الناس كلها امبارح قالت ان الاساسي في قلب الدفاع هيكون محمد هاني ورام ربيعه، وباك يمين هيكون خالد عبد الفتاح. كولر النهارده بيفاجئنا ولاعبه. النهارده الاهلي كتب شهاده ميلاد جديده لخالد عبد الفتاح. محدش يجي يقول لي ده صدفه، لا مش صدفه انك انت تلعب الشوط الاولاني كله ما انتش ظاهر قوي، بس الاستحواذ معاه. مش صدفه اللي انت الشوط الثاني تنزل اللعيبه كانها حفظت اللي انت قلته بالظبط، نفذته. ذكاء كولر اللي هو يخلي حمدي فتحي يخش في الهجوم، ما يخلوش يبقى ورا مع الدفاع، ده ذكاء مدرب كبير. وده احنا شفناه مع فايلر لو تتذكروا. انت دايما تلاقي حمدي فتحي بيزيد، بيعمل خطوره، بيجيب اهداف، بيصنع اهداف. ده كولر، وهو ده المدرب اللي احنا عاوزينه. مدرب عارف اللي هو هيوظف اللاعب ده فين واللاعب ده فين وده فين وده فين. واحد هيقول لي النهارده طب كريستو ما شاركش ليه؟ اقول لك اولا ان كريستو لو كان نزل لعيبه الزمالك ما كانش هتسيبه حرفيا. وطبعا لو كان نزل ممكن ما كانش يعمل حاجه، الجمهور تقول عليه صفقه فاشله. النهارده شارك بطاهر محمد طاهر ومروان عطيه وكوكا، وانا هتكلم كده عن تبديل كوكا بالذات. انت نزلت كوكا، الناس كلها قالت خلاص الاهلي هيلعب 4-4-2، لكن لا، مش هي دي الطريقه. الناس اللي اتفرجت على الماتش وركزت هتعرف ان الاهلي كان بيلعب ب 4-2-3-1 ثابته طول المباراه. هتقول لي طب ازاي؟ ما هو طلع قفشه وطلع احمد عبد القادر. هقول لك عادي، لعب كوكا باك شمال، طلع علي معلول جناح شمال مكان احمد عبد القادر. مروان عطيه كان صانع لعب، او قول 4-3-3. شفت مروان عطيه كان زايد على الدايره شويه، يعني كان في نص الملعب كان صانع لعب. ناحيه الشمال ناحيه اليمين طبعا كان طاهر، في الهجوم كان محمد شريف. واللي بصراحه شريف يعني اتمنى اللي هو يثبت على الاداء ده، واتمنى ان كولر في الماتش الجاي ما يبداش اساسي. هتقول لي ده هو جاب جولين، اقول لك اصبر. ما هو لو كولر بدأ بشريف اساسي ممكن ما يسجلش، وارد يحصل. الناس تقول ان كولر هيبدا بقى يعتمد عليه عشان هو جاب جولين في الزمالك وكده. فهو لو بدأ بكهرباء اساسي، وطبعا كهرباء الحمد لله ما عندوش اصابه، عشان بس الناس اللي قلقان عليه، كهرباء ما عندوش اي اصابه. فانا من وجهه نظري ان كولر يعتمد عليه وننزله في كل، يعني ننزله في الماتشين الجايين دول كده لحد كاس العالم، لحد اول كاس العالم في الشوط الثاني. يا ريت شريف يبقى دكه وينزل في الشوط الثاني احسن في الماتشين الجايين. اليو ديانج النهارده خد رجل المباراه. هو بصراحه عمل مباراه كبيره،
بصراحه. بس انا بصراحه كنت عاوز الراجل المباراه يكون حمدي فتحي، بس مش مشكله. الحمد لله الاهلي النهارده كسب الزمالك 3 قبل موقعه رحله كاس العالم. الاهلي ما بينه وما بين نادي الزمالك 8 نقط بس، ما بينه وما بين المركز الثاني اللي هو فيوتشر 4 نقاط. احذروا من فيوتشر الفتره الجايه. فيوتشر داخل السنه دي بقوه، طبعا عشان فيوتشر مشارك في الكونفدراليه فهو طبعا هيكون نفس مفتوحه شويه، فحذاري من فيوتشر. والحمد لله امبارح ما نزلنا الفيديو بتاع التشكيل المتوقع لكل فريق، الفرقتين كانوا نازلين بنفس التشكيل اللي احنا توقعناه الحمد لله امبارح. الحمد لله. اهم حاجه الاهلي يكون مستريح وهو في كاس العالم. نخش بقى نتكلم كده بقى على فيريرا اللي خلاص بشكل رسمي، وحط تحت بشكل رسمي دي مليون خط، هيرحل لا اما النهارده لا اما بعد مباراه غزل المحله. بس خلاص بشكل رسمي هيكون في اجتماع ما بين مسؤولين نادي الزمالك على قرار، لا اما فيريرا يمشي لا اما فيريرا يستمر معانا لنهايه مثلا الدور الاولاني. نخش بقى كده نتكلم على الكابتن اسامه نبيه، واللي بصراحه انا شايف اللي هو ظلم في نادي الزمالك مع ان انا اهلاوي. بس لو الكابتن اسامه نبيه كان موجود حاليا كان ممكن يحل مشاكل كتير جدا في الدفاع. طب ليه انا بقول كده؟ انت لو تيجي لمباراه اسوان لما الزمالك دخل في الجول الاولاني، انا هحكي لكم القصه كده من الاول. لما الزمالك دخل في الجول الاولاني اللي هو كان بتاع اسوان، طبعا الكابتن اسامه نبيه ما عجبوش وضع الدفاع فقام يتكلم، ففريرا قال له اقعد ما تتكلمش، محدش هيتكلم هنا غيري. وده طبعا بالنسبه لي كان طريقه كلام مش كويسه من فريرا من وجهه نظري. يعني كنت اقولها له بطريقه كويسه او ما كنتش تتكلم وكان هيقول كلمتين ويقعد باحترامه. الحاجه الثانيه بقى وهي ان بعد الجول الثاني قام برضك يتكلم، يا جماعه انتوا واقفين غلط. كان قايم يقول يا جماعه انتوا واقفين غلط، فريرا قال له اقعد محدش يتكلم هنا غيري لتاني مره. طب الكابتن اسامه يسكت؟ لا. مباراه الاسماعيلي مشكله في خط الدفاع، والجول الاولاني بتاع الاسماعيلي جاي بران صديقه تقريبا من حسام عبد المجيد او محمد عبد الغني مش متذكر. يقوم الكابتن اسامه نبيه يتكلم تاني وفريرا يقول له اقعد محدش يتكلم هنا غيري. طبعا من وجهه نظر الكابتن اسامه نبيه انا لو كنت مكانه كنت مشيت من بدري. يعني قرار الكابتن اسامه نبيه موفق، موفق جدا. ورساله لفريرا، انت لو كنت احترمت الكابتن اسامه نبيه كان يحلك من مشاكل كتير جدا في الدفاع. ولكن طبعا لما الكابتن اسامه نبيه قدم استقالته قدمها باحترام ومشى باحترام من غير ما يعمل شوشره ومن غير ما يعمل حاجه. الكابتن اسامه نبيه كابتن كبير جدا، يعني عنده خبره، عارف هو هيقول ايه وعارف هو هيعمل ايه. وفي كلام حاليا شغال ان الكابتن اسامه نبيه هيرجع بعد رحيل فريرا، وربنا يكون في عون جماهير نادي الزمالك، ربنا يكون في عونه. والحاجه الثانيه وهي صفقه جون ايبوكا. كان خلاص بشكل رسمي الزمالك كان هيتعاقد مع جون ايبوكا، لكن طبعا الصفقه اتوقفت واللاعب خلاص بشكل نهائي ورسميا جون ايبوكا الى اهلي طرابلس. طب اللاعب راح على سبيل الاعاره ولا خلاص نهائي؟ لا، اللاعب على سبيل الاعاره لنهايه الموسم وهيرجع تاني. وحابب كده اوجه رساله لجمهور النادي الاهلي واقول لهم الف مليون مبروك على ال3 نقاط. كان فوز في منتهى الروعه النهارده، بس احنا عاوزين نقفل الصفحه دي بكره ونركز في مباراه البنك الاهلي عشان الاهلي يروح كاس العالم وهو مستريح، وان شاء الله الاهلي يفوز على البنك الاهلي ويروح كاس العالم وهو مستريح. بس كده دي كل الكلام اللي اتكلمناه النهارده عن المباراه وعن اداره الزمالك ومصير فريرا. مفيش تقييمات النهارده، اللعيبه كلها 10 على 10. بس في تقريبا شويه اخطاء برضو المفروض كولر يركز فيهم. وانتظروا مني ان شاء الله فيديو بكره هنتكلم مع بعض عن كل التفاصيل اللي حصلت في اجتماع نادي الزمالك النهارده، وهنتكلم كمان عن مصير فريرا والكلام النهائي. وبرضك هنقول مع بعض بكره ترتيب الدوري المصري. وبس كده، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا، مع السلامه.